إذا حاب وصفة سريعة مجانية وسهلة للاكتئاب لازم تسمع هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت حاب تعرف أسرع طريقة توصلك للاكتئاب فأنا عندي لك الوصفة اليوم. سواء كنت في المطبخ ولا غير المطبخ الأمر سهل، بس أبيك تجمع لي هذه المكونات وابشر بالمكتئب الصغير. أول مكون عندنا، وأتوقع هذا المكون موجود في كل بيت وكل راس وكل عقل، هو التفكير الكارثي. شنو يعني التفكير الكارثي؟ انك انت تكبر المشكلة في راسك حتى تصير نهاية العالم، حتى تصير كارثة، حتى لو كانت مجرد موقف عابر مر عليك. وهذا المكون عادة ما يبدأ عن طريق فتح الباب للأسئلة اللي ما تنتهي، انك تسترسل بالأسئلة، أسئلة ما لها جواب حتى توصلك للهاوية. يعني لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام يوم علمنا قال لي إذا جاك الشيطان وقام يسألك من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يوصلك إلى سؤال من خلق ربك، من خلق الله، فهني يقولك توقف. فأنت أحيانا كثيرة عندك بعض الأسئلة اللي ما لها جواب، اللي ممكن أنت تسترسل فيها وتوصلك إلى نهاية مأساوية أو نهاية مظلمة، لأن العقل عادة لما يجد نهاية مظلمة عادة ما يتخيل ويتصور فكرة مأساوية فتودي فيه إلى الهاوية. مكون ثاني من مكونات الوصفة السريعة. قبل لا أقولك هالمكون، لاحظ معي الاكتئاب في كثير من الأحيان ترى ما يبدأ بمرض فجأة، لا، يبدأ بتفكير غير منطقي، استدلالات تعسفية. يعني انك انت تحاول تربط احداث ما لها علاقة ببعض، شيء ما له علاقة بشيء، شعور ما له علاقة بفكرة، فكرة ما لها علاقة بالحدث، فيصير هناك استدلالات تعسفية عن طريق ربط غير منطقي توصلك الى نهاية ضعيفة وتعيسة. مثلا فلان اتصل عليك وكان شوية منزعج، صوته مو هادي، فبسرعة قال لك طلب معين وسكر. أول شيء ممكن تسوي، ليش هو منزعج؟ طيب ليش ما قال لي ليش هو منزعج؟ طيب أكيد منزعج مني أنا، لأن لو ما كان منزعج مني أنا ليش اتصل في هذا الوقت؟ طيب ليش ما هدى وبعدين اتصل؟ وتبدأ بالاستدلالات وتنشئ منها أفكار ومشاعر، وعلى ضوءها تكون هناك ممارسة، وهذه الممارسة تودي فيك إلى نهاية غير سعيدة. مكون عجيب وموجود في كل مطبخ وكل بيت هو مكون الاستحقاق العالي. هذا موجود عندنا، وموجود عندنا ترى احنا بيننا وبين ربعنا بشكل كبير. كلنا نحس ان احنا لازم يكون عندنا كذا، لازم يكون نستحق كذا، نستحق التقدير الدائم، نستحق الثناء الدائم، نستحق المدح الدائم، نستحق ان نحظى بكل شيء بسهولة. يعني بين قوسين مثالية زايدة، وهذه مثالية ما تحصل لأنك ما يتحقق اللي في بالك، فتحس بشنو؟ نظير وعكس هذه المشاعر من الاستحقاقات العالية، راح تحس بشنو؟ بمظلومية. إذن أنا مظلوم وأنا تعيس. وصدقني المظلومية إذا جلست فيها تتحول إلى عقلية شنو؟ سكيب جوت، ضحية، راح تصير ضحية. وهذا الشيء كنا نشوفه أيام المدرسة، أن في هناك شخصيات دائما تلعب دور الضحية، وحتى في حياتنا، حتى في دوامنا، حتى في مدارسنا، حتى في البيت أحيانا بين الأخوة هناك عقلية تنشأ كضحية دائما لكل موقف ولكل حدث. ولاحظ إذا كان هناك عقلية ضحية إذن يجب ويستوجب أن تكون هناك عقلية ظالم. من هو الظالم؟ الله يعين. راح تأشر أنت في بالك وتحط أمامك كثير من الناس اللي ممكن يكونوا عرضة للاتهام. العقلية هذه ترى تفتح لك باب التفكير الانهزامي، لأنك أنت راح تلقى نفسك في حفرة ما تقدر تطلع منها، أنت دائما ضحية، والناس قاعد يصبون عليك تراب ويدفنونك. الحل؟ سكر الباب قبل ما تدخل، راقب أفكارك، لا تمشي ورا كل فكرة تيجيك. مو كل فكرة لازم أنا أترجمها، مو كل فكرة لازم أنا أقعد معاها وأقعد أحازيها وأقعد أحاورها، مو كل فكرة تستحق أنها تكون داخل مخي وتلعب دور البطل الذي يجب أن يفرد عضلاته. إذا حسيت نفسك قاعد تكبر الأمور أو تدور على مبررات حزن، وقف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تعوذ من إبليس. في كثير من الأفكار الشيطان قاعد يجي ويغذي ويغذي ويغذي، فلازم تتعوذ من إبليس. لازم توقف، تاخذ خطوة للخلف وتفكر تفكير منطقي. تبدأ بالكتابة، تبدأ بسؤال استشاري لإنسان أنت تثق في رأيه وتثق في حكمته. تبدأ في أمور وممارسات عكس الممارسات اللي راح تودي فيك إلى الحفرة. هناك ممارسات تطلعك من الحفرة وممارسات تقيك من هذه الشرور. هذه كانت وصفة للاكتئاب السريع عشان تعرفها وتتجنبها.